السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ انا احمد امين، وده الفيديو التاسع من سلسلة ال HTML. النهاردة هنتعرف عن ايه؟ النهاردة هنتعرف عن حاجة اسمها ال HTML attributes، واللي طال الحديث عنها في وسط الفيديوهات اللي فاتت، وكانت حاجة غريبة جدا ان احنا نكتب attribute زي الستايل، او زي اي attribute زي ال href، او زي ال alternative، او اي attribute عموما بيتكتب لأي عنصر موجود في ال HTML بتاعتنا. طيب احنا عايزين نعرف ايه هو الاتريبيوت اصلا. الاتريبيوت ده عبارة عن حاجة اضافية او صفة اضافية او ميزة اضافية اقدر اضيفها لاي element عندي علشان اقدر اديله معلومات زيادة، شكل احسن في حالة مثلا الاتريبيوت بتاع الستايل، مع معلومات ده من حالة اللي هو الالترناتيفز والاتشرفس والاماكن والنيم والفاليو والحاجات دي. وفي مثلا ممكن اديله سمة معينة او صفات معينة بيورثها من خلال كلاس معين، اللي هو مثلا في اتريبيوت اسمه كلاس نقدر ان احنا نبعت له فيه من السي اس اس بتاعتنا ستايل معين. وفي اتريبيوت تاني اسمه اي دي، ممكن اديله ايدنتيفاير. الايدنتيفاير ده هو بس بيعرفه، بيقول له انت هتكون عبارة واخد حاجة اي دي، واخد يا ربي نيمنج معين يونيك، وده علشان اقدر استهدف الاليمنت اللي انا عايزه، وليكن مثلا الديف ده. طيب انا مثلا عندي كذا ديف موجودين جوه ال HTML بتاعتي، فانا محتاج ان انا ادي واميز كل الاليمنتس اللي جوه علشان اباصي عليها داتا معينه، اباصي عليها ستايل معين، اباصي عليها اي انفو معينه انا محتاج ان انا ابصيها على السكشن ده او الاليمنت ده او العنصر الفلاني ده. فعلشان كده بنستخدم الاي ديز والكلاسز. فتاني علشان نرتب الامور، الاي ديز والكلاسز والاتشرف والالترناتيفز والستايل والنيم والفاليو والحاجات دي كلها والكاركتر سيت والكونتنت وكل الكلام الجميل ده كله واللانجوج والاتش تي ام ال، كل ده عباره عن اتريبيوتس. خلاص، هي دي الاتريبيوتس، الحاجات او الصفات الفرعيه او اللي مش اساسيه، او خلينا نقول برضه عشان ما يبقاش غلط الموضوع، الصفات اللي بنديها لاي عنصر. يعني احنا مثلا عندنا الديف ده عباره عن ايه اهو. احنا لو عملنا ديف كده خلاص، هو ده ديف ساده، ساده حرفيا. احنا بقى بنحط له الحشوه بتاعته عباره عن الاتريبيوتس دي، اللي هو الكلاس. ممكن نديله حاجه اسمها اي دي زي ما قلنا. ممكن، مش عارف ليه بتتكتب كده يا جدعان والله. ماشي، وعندنا حاجه اسمها مثلا يعني alternative، والله مش عارف ينفع تعمل له كده ولا لا. سيان هو ممكن ما يكونش بيقبل الحاجات دي، بس مثلا يعني href مثلا، انا مش عارف. مثلا عندنا الستايل، اي حاجه فاهمني، الحاجات اللي احنا فاكرينها دلوقتي، وليكن يعني ستايل. وعندنا مثلا نيم، وعندنا حاجه اسمها كونتنت، ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، واكم 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 مثلا. خلاص. طيب فهي دي الاتريبيوتس، هي دي الصفات اللي احنا بنديها زياده للاليمنت بحيث ان احنا نميزه بشكل ما او باخر، او نبعت عليه داتا معينه احنا محتاجينها. طيب احنا ايه التوبيك التانية اللي احنا هنتكلم عنها؟ الا وهي الاي دي والكلاس. بكل اختصار احنا بنستخدم الاي دي والكلاس برضو علشان نباصي الحاجه. ليه؟ لان هي اتريبيوت من ضمن الاتريبيوتس. خلاص. انا مثلا عندي هنا في الاتشريف دي، او يا ربي في الانكر تاج دي. خلاص، احنا عندنا ايه اصلا الاساسي بتاعها؟ الاتشريف، واللي بيكون فيها اللينك زي ما اتكلمنا قبل كده، والالترناتيف علشان لو اللينك ده باظ يظهر له، نقول له ده جوجل لينك. خلاص، معلش، تمام. ده علشان لو ما ظهرش، او لو اللينك ده ما اشتغلش او سيان، يقول له والله الالترناتيف بتاعك ده ان هو ده جوجل لينك. طيب احنا عايزين نعمل سيف ونروح نبص على جوجل لينك، فتح لي جوجل. هنعمل باك ونبوظ مثلا اللينك ده وندوس كده. طبعا عشان ما عملناش سيف، هنعمل سيف، ندوس، راح قايل له ايه؟ ان هو مش موجود. هنا احنا حاطين الالترناتيف ده للويب سايت، او خلينا نقول للبراوزر نفسه، على اساس ان هو يعرف. لو يعني احنا عملنا كده مثلا ورحنا بصينا هناك اهو، خلينا نبينها اكتر اهو، الالترناتيف جوجل لينك لو واخدين بالكم.
تمام يا جماعة. اللي هو التايتل مثلا، التايتل دي مستخدمة في ايه؟ التايتل دي مستخدمة ان احنا عايزين نعمل تعريف للشخص بقى. يعني احنا قلنا الالترناتيف ده هيظهر للبراوزر كمعلومة انه ده جوجل لينك لو اللينك بايظ. طيب انا لو اللينك بايظ وعايز اظهر لليوزر نفسه اقول له والله ان ده كان جوجل لينك، فهقول له معلش انا كاتبها غلط بس مش هصلح. المهم يعني عدينا كده اهو، وقفنا، ظهر له ان هو جلو جلو خلاص. بس فاللي انا اقصده من الموضوع ده كله، وفي مثلا على فكره تاج تانية لو تفتكروها اللي هي تارجت، يا رب اتريبيوت تاني اللي هو تارجت، واللي هو ليه البلانك والسيلف ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاحنا لو قلنا مثلا بلانك اهو سيف، وضغطنا هنا كده هيفتح لي جوجل في صفحه جديده، وهكذا. خلاص، هي دي الاتريبيوتس. تعالوا بقى نتكلم عن ايه هي الكلاسز. الكلاسز بكل بساطة، الكلاسز احنا بنستخدمها علشان نبعت ستايلز على الاليمنت المعين والفلاني ده، اللي هو باراجراف، اللي هو div، اللي هو انكر تاج، اللي هو باتون، اللي هو اي حاجة. بنستخدم الكلاس في اي حتة او على اي اليمنت علشان نباصي عليه ستايلز معينة. تمام تمام، بكل بساطة وبكل سلاسة. الكلاس ممكن ياخد اكتر من قيمة، يعني احنا مثلا ممكن نديله اكتر من شكل او اكتر من كلاس. يعني مثلا انا عندي كلاس كنت مسميه color داش ريد. خلاص، في انا ما مديله اللون ده، وفي مثلا انا محتاج ان انا اديله بوردر برضه، بوردر داش قيمته مثلا 2، وممكن اديله اوتلاين، اوت لاين خلاص داش 1، وهكذا وهكذا وهكذا. فهو ممكن ياخد اكتر من فاليو او اكتر من كلاس انا عاملهم جوه السي اس اس فايل بتاعي. انما الاي دي مثلا، الاي دي لا، انا هسمي مثلا ده السكشن التاني سكشن داش 2 او سكشن داش 2، لان مش محبذ الارقام يعني غير في النص او في الاخر، ولكن في الاول برضو غلط. ده حاجة اسمها naming convention. المهم يعني الايدنتيفاير ده او الاي دي ده ما ينفعش ياخد اكتر من قيمه زي الكلاس كده. يعني انا مثلا جيت قلت له لا ده انا هخليه سيكشن مثلا يا اما سيكشن 2 يا اما سيكشن 2 داش 2، مش هينفع الكلام ده، مفيش الكلام ده. هي لازم قيمه واحده بس بتميز الديف ده. طب الاي دي ده انا بستخدمه في ايه؟ الاي دي ده انا بستخدمه في الجافا سكريبت مينلي او بشكل اوسع واكتر. ليه؟ علشان اقدر ابعت الاكشنز اللي هي الخاصه بالسيكشن ده بس، او بالدفايه دي بس، او بالباراجراف ده بس، او بالتاجه دي بس، او اي من كان يعني. خلاص، ده اللي احنا بنستخدمه. ممكن نبعت عليه على فكره ستايلز برضو في السي اس اس فايل بتاعنا. ممكن نبعت من خلال الاي دي من غير كلاسز خالص، ممكن نبعت ستايلز معينه. خلاص، ولكن ان الفرق بين الكلاس والاي دي لحد دلوقتي اللي احنا هنقدر نقوله، ان الكلاس ينفع نديله كذا قيمة او كذا كلاس من السي اس اس بتاعنا وبيتطبقوا كلهم وهو بيأكسبت حاجة زي كده. اما الاي دي هو يونيك فاليو، وهي قيمة واحدة بس بنديها لكل element عندنا. يعني كل element من دول ينفع له اي دي واحد بس. يعني أنا مثلا ممكن اقول له سيكشن داش 1، وده سيكشن داش 2، والسيكشن اللي بعده ممكن اقول له داش 3، وهكذا وهكذا وهكذا. هفضل احط سكاشن وايه، واميز كل واحد بايدنتيفاير او اي دي خاص بيه هو بس. تمام يا جماعه. فاخر حاجه ممكن نقولها فرق ما بين الكلاس والاي دي، هي موضوع انه احنا الاي دي ده لو احنا هنطبق شكل معين، باترن معين من الستايلز على حاجه واحده بس جوه الموقع بتاعنا كله، فممكن نستخدم الاي دي. اما الكلاس احنا ممكن نستخدمه في كذا مكان. يعني احنا ممكن نقول ان الكلاس ده مثلا، احنا قلنا في كلاس ده اسمه احمد. خلاص، الكلاس ده حرفيا ممكن اخده كوبي بيست كده لو انا عايزه نفس الستايل بتاع الديفايه دي هو ده، فاحنا هنوديله الستايل ده بتاع احمد. خلاص، هو هيتطبق عليه، وهكذا وهكذا وهكذا. انما الاي دي ممكن استخدمه زي ما احنا قلنا لو احنا عايزين ندي ستايل فريد من نوعه، خلاص، لسيكشن واحد بس من السكاشن اللي احنا هنعملها جوه الويب سايت بتاعنا، فساعتها ممكن نستخدم الاي دي. ده تبسيط نوعا ما مش كامل، ولكن فور ناو احنا بنتكلم ما بين الاي دي والكلاس. تمام، بس كده. هي دي قصة الاتريبيوتس بكل اختصار، وهي دي قصة الاي دي والكلاس لحد دلوقتي، علشان لسه هنتكلم عنهم كتير جدا في السلاسل الجايه ان شاء الله، اللي هي السي اس اس او الجافا سكريبت
او باذن الله يعني فيما بعد بقى لما هنكمل ان شاء الله في التراك بتاع الفرونت اند. كنا بنتكلم النهارده عن الاتريبيوتس والاي ديز والكلاسز. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.